يا مساء الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في البداية كده وكالعادة نصلي على النبي الأول عليه أفضل الصلاة والسلام. هنعمل النهاردة مع بعض طواجن لسان عصفور بالكبدة. أنا معايا بصلة وفلفل ألوان، وطبعا نص كيلو من لسان العصفور وتقريبا كده نص كيلو من الكبدة أو أقل. هي يعني الكيس اللي انتوا شايفينه قدامكم ده يعني، أو العلبة اللي انتوا شايفينها دي. انا ضربت البصل مع الفلفل الالوان مع الطماطم ده كله في الكبه، نعمتهم خالص مع بعض في الكبه. دي اول مرحله. تاني مرحله بقى احنا دلوقتي هنحمر لسان العصفور. انا ضفت نص كيلو وشويه كده كانوا موجودين عندي في العلبه كده حطيته. هرجع انا بقى للكبده بقى، هغسل الكبده بتاعتي حلو وابصوا يعني 3 دقايق بالظبط كده على النار بس. عايزاها تنزل بس اللي فيها او تحتفظ بالفوائد بتاعتها، يعني ايه زي نظام صدمة كده، عشان اما اجي احطها على لسان العصفور واشوحها مع لسان العصفور كده ما تنزلش بقى ايه الدم بتاعها وميه وكده وتلاقي مثلا لسان العصفور كله ريحته مش حلو. فكده انا بقى ايه بحبس السوائل اللي جوه الكبده وبعمل لها زي صدمه كده، هتشوفوها برضو قدامكم كده. انا ما غيبتهاش يعني، يا دوبك بس لونها غير، بس لون الكبده غير بس. حتى تلاحظوا ان انا برضو ايه يعني قدامكم اهي ما عملتهاش قوي. هقطعها بقى بالشكل اللي انتوا عايزين تحطوها كده زي ما هي كده سليمه كده، كل فص لوحده كده ماشي. بس انا حبيت اقطعها كده عشان تبقى ايه شكلها اجمل واحسن يعني. هقطعها كلها بالشكل ده واقوم رايحه اضيفها على لسان العصفور واقلبها تكمل الصدمه بتاعها مع لسان العصفور. ادي لسان العصفور خد لون اهو، ما غمقتوش قوي عشان لسه هقلب الكبده مع لسان العصفور زي ما انتوا شايفين كده. اكله سريعه واقتصاديه جدا وطعمها جميل جدا جدا جدا، والله العظيم طعمها جميل تحفه. ولو جربتوها كمان انتوا اللي هتحكموا بنفسكم. يعني من ربع كيلو كبده وكبده فراخ كمان مش كبده من التانية، هتعملي طواجن لسان عصفور حلوه واقتصادية وطعمها حلو وحاجة برضو أكلة حلوة مش وحش. زي ما انتوا شايفين كده أنا كملت بقية الكبدة ضفتها على لسان العصفور وقلبت، خليت الكبدة كلها تحتفظ بالسوائل بتاعتها ما نزلتش حاجة زي ما انتوا شايفين اهي. أحلى طاجن لسان عصفور بالكبدة والله. كده هنزل بقى بالمكونات اللي انا ضربتها كلها مع بعض، اللي هي المكونات ايه بصلاية وفلفل ألوان اللي هو أحمر وأصفر وأخضر، ونزلت تقريبا كده بطماطمتين صغيرين. ده كله ضربته مع بعضه في الكبة وزي ما انتوا شايفين كده نزلت. شايفين الريحة اساسا والله كانت جامدة في الحتة دي، الريحة كانت جميلة جدا. وهقلب بقى ده كله مع بعضه واقوم راح ايه بعد كده بقى في المرحلة اللي بعد ديت هنزل بيها في الطواجن بقى. هستنى رأيكم بجد في الكومنتات في الوصفة دي، انا بحب اعملها جدا لانها سريعة وحلوة وطعمها حلو. طبعا المكونات اللي انا حطيتها تكمن انا كنت منعماها في الكبه جامد، مش باينه اساسا في لسان العصفور بس مديه للطواجن طعم جميل طعم رهيب يعني. حطيت حته سمنه كده بلدي كده عشان الطعم بقى نظبط الطعم يعني. معايا طواجن اهيت، هحط بقى في كل طاجن لحد ما ما ياخد المساحه بتاعته. هقسمهم يعني كده. جربوا الوصفه دي جميله جدا والله وطعمها جميل. انا حطيت في كل طاجن اهو. لو عندك شوربه يبقى افضل، ما عندكيش هنعمل ايه بنفس الكبه اللي احنا كنا حاطين فيها المكونات عشان ننعمها. هنحط شويه ميه ونحط بقى شويه فلفل اسود شويه بهارات من اللي عندك بصل بودر توم بودر حاجات من ديت. وهتنزلي بشويه الملح
وهتقوم رايحه ايه، ومرقه الدجاج طبعا عشان تديكي طعم، وهتقوم رايحه لفهم لفتين بس في الكب زي ما انتوا شايفين كده. هنزل انا بقى بايه بالشوربه اللي انا عملتها ديت، هنقول ان هي شوربه بقى، على المكونات كده على لسان العصفور، وبعدين نحطهم في الفرن. انا هحط في طاجن، هجرب كده ان انا احط في طاجن على الوش كده جبنه موزاريلا. انا انا يعني بصراحه ما حطيتش على لسان العصفور خالص جبنه موزاريلا، بس انا قلت اجرب في طاجن كده اشوف الطعم. لقيت الطعم ما شاء الله جميل جدا، والجبنه مخليه طعم لسان العصفور صراحه جميل جدا. تاني يوم هحط بقى كده في الفرن اهو، حطيت جبنه الطاجن اللي عليه جبنه موزاريلا، كان طعمه جميل جدا. بصوا بقى تاني يوم فاضل طاجن ونص، هتشوفوه برضو دلوقتي. عشان اما انا لقيت الطعم الجبنه الموزاريلا مع الطواجن طعمها جميل جدا، عملت ايه، ضفت انا بقى على الطاجن اللي هو الطاجن ونص اللي هم بقوا تاني يوم جبنه موزاريلا، ودخلتهم الفرن عشان اسخنهم. طعمها تحفه والله، طعمها جميل جدا. الجبنه صراحه كانت مخليه طعم هو الطاجن طعمه جميل، الجبنه كانت مخليه الطعم بقى زياده كمان. لسان العصفور صراحه جميل جدا اهو. والمكونات اللي احنا حطيناها اللي هي البصل والفلفل الالوان والطماطم مش باينه اساسا، هو لسان عصفور بس والكبده اللي باينه فيه. ايه رايكم؟ طواجن جميله وطعمها حلو. جربوا الوصفه دي، خفيفه وحلوه ومش محتاجه حاجه جنبها، يعني هي مش محتاجه حاجه جنبها. وده الطاجن اللي فيه الجبنه بتمط ومديها طعم للطاجن صراحه جميل. ايه رايكم؟ تاني يوم بقى كان فاضل ايه، فاضل طاجن ونص، فانا عملت زي ما قلت لكم كده، حطيت عليه جبنه، حطيت عليه جبنه زي ما قلت لكم كده، ودخلته الفرن. الطعم شوف، حتى انا زودت الجبنه زي لان لقيت طعمها تاني يوم ما شاء الله الطعم جميل جدا. جربوا الوصفه دي، الوصفه دي جميله والله بجد، انا بعملها على طول. طعمها حلو جدا. ولو وصلت لحد النص التاني اللي باقي معايا اهو، شوف انا كده سويته بالمعلقه كده، وحطيت بقى عليها جبنه موزاريلا بقى. لو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو ولسه ما عملتش اللايك، اعمل اللايك واكتبي لي كومنت حلو وقولي رايك ايه بجد في الفيديو. وربنا يحسن ما بين ايديك يا رب، وربنا يصلح احوالنا جميعا، وقنواتنا كلها تكبر وتبقى من احسن قنوات. وانا بشكر كل اللي بيدخل عندي ويشترك في القناة ويعلق لي كومنتات حلوة جميلة. وطبعا انا بشكركم بجد، وجودكم والله منور قناتي فعلا، انا بجد بشكركم. ويا رب كلكم قنواتكم تبقى من احلى القنوات ومن اكبر القنوات على اليوتيوب. بعد كده طلعتهم، بس مرضتش احمرهم بقى زي اللي قبلها بيوم عشان الجبنه تمط معايا اكتر. شايفين؟ مش عارفه ليه عندي الالوان مش مظبوطه، ما بتجيبليش الالوان الحقيقيه ليه، يعني هو اللون باين احسن من كده صراحه يعني. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو ويكون الفيديو واضح لكم. وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، في رعاية الله، مع السلامة.